النهاردة هنعمل كيكة موز سهلة ولذيذة وسريعة، هنعملها في أقل من دقيقة. هنكمل سلسلة وصفات السهل والسريع اللي هي سلسلة وصفات الميكروويف. ويلا بينا نشوف عملناها ازاي. معانا موزة مهروسة، هنضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة ونقلب. بعدين هننزل بمعلقة من السكر. احنا نقدر كمان نعمل الكيكة دي صحية، يعني عشان انا عاملاها بالموز المكرمل على الوش نقدر نخليها صحية 100%. هقولكوا ازاي. ورشة صغيرة من القرفة، 5 معالق من الدقيق، المعلقة اللي هي المعيارية، نص معلقة من البيكنج باودر، ومعانا فنجان من الحليب او المية، وانا استخدمت المية. هننزلها بالتدريج كده عشان طبعا عندنا الموزة من السوائل. تمام. نقدر نعملها صحية ازاي. هنستبدل السكر بعسل نحل، والدقيق طبعا ممكن نستخدم دقيق شوفان او دقيق قمح كامل. كده قوام الكيكة بتاعنا مظبوط. هنبتدي بقى نحطها، هننزلها في بولتين. تمام. او ممكن تعملوها في بولة واحدة كبيرة، وهندخلها الميكروويف كل واحدة على دقيقة. فاهميني؟ كل بولة هتاخد معانا دقيقة في الميكروويف. وطبعا نقدر نعملها عادي جدا في الفرن من 8 ل10 دقايق. هنا بقى عشان نعمل الموز المكرمل هحط معلقة من الزبدة اللي هو مكعب زبدة، عليه فنجان صغير من السكر البني. تمام. السكر البني من أسهل طرق الكراميل، صوص الكراميل، يعني في منتهى السهولة هتعمليه. بس هنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا لحد السكر بتاعنا ما يدوب معانا ويتحول لصوص كراميل. وبعدين هنضيفله معلقة صغيرة من المية كده زي ما شفتوا. وبعدين هنزل عليه بقى بموزاية متقطعة شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين كده، يدوب بس تنزل. هتاخد فيه تقلبتين كده لحد ما الموز نحس ان هو اتكرمل كده بالكراميل بتاعنا واصبح جاهز. وطبعا الكيكة بتاعتنا طلعت من الميكرويف بتهدى. بصوا بقى الجمال واللذاذة. بصوا الكيكة خطيرة بجد، ريحتها تحفة، ريحة القرفة مع الموز خطيرة خطيرة. والموز المكرمل اللي على الوش ده بصوا بقى حاجة كده ملغمة كده واخر كلبظة. اللي ما يعرفنيش او لسه بيتابعني جديد، انا ريهام. لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. وزي ما قلتلكوا نقدر نعملها في الفرن من 8 ل10 دقايق على حسب الفرن بتاعكم. وما تنسوش اللايك والشير والفولو عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا جربوها وعرفوني. سلام.